السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير، وإن شاء الله خوتي تكونوا في ألف صحة وألف عافية. جيت خوتي إن شاء الله اليوم بالشخشوخة خوتي، درتها باللحم. كون درتها لكم من قبل بالدجاج، خاطر هذه جبتها لكم باللحم راح نديروها بطريقة هايلة بزاف. راح تجيكم خوتي شخشوخة حارة بنينة وتجيكم حبة بحبة. نبدأ خوتي على بركة الله. هنا كنت جبت كمية معتبرة من اللحم في لاكوكوط كما راكم تشوفوا. حبة بصلة كبيرة، حبة طماطم كبيرة، ثلث سنة ثوم. نحط الخضار تاعنا. كنت درت لفت وزرودية، ودرت راس فلفل حار، درت كزبر، درت راس الحانوت، فلفل الكحل، كركم، وكذلك فلفل عكري. وفي الأخير أضفت كمية من الملح. درت 3 ملاعق تاع زيت. نقليو هذيك المقادير جيدا واحد لمدة ربع ساعة خوتي. كل ما تقليو اللحم تاعكم مليح كما نقولوها، خليوه يتقلى جيدا. أنا كنت قلبته هنا ثاني قليته جيدا، وضفت في الأخير شوية ماء ساخن ما كثرتش بزاف. حطيت ملعقة ونصف تاع طماطم مصبرة، وثلث رؤوس فلفل حار هذاك اليابس. نروحو في قصعة خوتي، نبداو بالشخشوخة تاعي. كنت نستعمل الشخشوخة هذه تاع الدار كما راكم تشوفوا هكذا خوتي. نزيتوها جيدا، نشبعها بالزيت. اول مره لازم تشبع خوتي زيت، تخلوها تشرب هذاك الزيت جيدا، وتفوروها التفويره الاولى. بعد ما فورتها التفويره الاولى خوتي كما راكم تشوفوا هكذا، نحيتها حطيتها في قصعه، وبديت نشرب فيها بالماء. نشربوها جيدا، نخليوها تشرب مليح من الماء هذاك. بعد ما تنشف لكم خوتي مليح هكذا، تحلوها من بعضها وديروا لها الزيت مرة أخرى باه تبقى لكم الشخشوخة دايما حبة بحبة. نزيدو نفوروها التفورة الثانية ونحلوها كما راكم تشوفوا. بعد ما نحيتها نحلوها جيدا خوتي هكذا من بعضها كما راكم تشوفوا. الله يبارك، حبة بحبة ماهيش معجنة. الشخشوخة تاعكم راح تبقى بالطريقة كما قلت لكم. تشربوها جيدا بالماء هكذا حتى تشرب مليح، تعطيوها الوقت باه تتشرب جيدا من الماء هذاك. ومن بعد ديروا لها الزيت خوتي كما راكم تشوفوا هكذا خوتي. ديروا لها الزيت، تشبعوها بالزيت وتفوروها التفويرة الثالثة، وهكذا حتى تقدروا حتى تفوروها التفويرة الرابعة حتى تحسوها بلي ولات طرية جيدا به تحبسوا لها من التفار. وفي الأخير ديروا الزبدة خوتي، ديروا لها الزبدة وديروا لها الدهان. كل واحد كيف يحب يدسمها. أنا كنت درت لها الزبدة ودرت لها شوية دهان، ملعقة صغيرة فقط تاع دهان. وهنا خوتي نروحوا للكوطة تاعنا. بعد ما مرت واحد الساعة ونص هكذاك، طابلي اللحم طابلي الخضر، نحيو هذاك اللحم باه نحمرو إن شاء الله. كنت من قبل نعطي لكم طريقة تاع التحمار تاع اللحم ولا الدجاج. حمروه بالزيت وزبدة وتبلوه، قدموه كما نقولها. في الأخير أنا كنت أضفت الحمص. أنا كان الحمص هذا خوتي طايب، وانتم حبيتو لحتوه مش طايب، يحوه في الأول مع الخضر واللحم. وهنا في الأخير خوتي بعد ما صفيت لاصوص تاعي من هذيك الشوائب، نديرو هذيك الشخشوخة بها نجمروها إن شاء الله. منين هزت الغالية خوتي من با 5 دقائق كانت الشخشوخة تاعي واجدة. قلت لكم كل ما تفوروها مليح راح ما تطولكمش في التجمار، وما تطولش كما نقولها تغلي بزاف وتبقى كما نقولها تتعجن لكم وتجي معجنة. بالطريقة هذه خوتي فوروها مليح. منين تغلي غالية خوتي تكون الشخشوخة تاعكم واجدة بالطريقة هذه، وتقدموها في صحن تقديم بالطريقة هذه. أنا كنت قدمتها في المثرد هذا تاع الفخار، وانتم قدموها بالطريقة اللي راح تعجبكم، وزينوها بالطريقة اللي تعجبكم إن شاء الله. تعجبكم الخدمة تاعي إن شاء الله. ألف صحة وألف عافية، واللي شاهدوا إن شاء الله في الجنة. ما تنسونيش خوتي بالمتابعة والمشاركة والضغط على زر الإعجاب والجرس باقي يلحقكم كل الوصفات إن شاء الله عز وجل. ما تنسونيش خوتي بالدعاء من صالح الدعاء تاعكم إن شاء الله. ربي يحفظنا ويحفظكم جميعا. نلتقي خوتي إن شاء الله في حلقة أخرى بإذن الله عز وجل ومع وصفة أخرى. وهنا ثاني كذلك درت الزبدة بالطريقة هذه، وحطيت اللحم في الأخير بالطريقة هذه. ألف صحة وألف عافية خوتي على قلوبكم مرة أخرى. نلتقي خوتي إن شاء الله في حلقة أخرى بإذن الله عز وجل. ربي يحفظنا إن شاء الله جميعا، وربي يحفظكم خوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.